بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلم أن مخيم الجدعاء اليوم تحتوي على آلاف النازحين والمهجرين من عوائل داعش تنظيم الإرهابي، وبالتالي هؤلاء يأتون من مخيم الهول ويمرون مرورا بمناطق ربيعة وسنجار. وكما تعلم فإن منطقة سنجار هي منطقة متضررة ومنطقة منكوبة، وهي دفعت أثمان باهظة، تعرضت إلى السبي وتعرضت إلى القتل وتعرضت إلى الخطف. وبالتالي على الجهات التي تقرر هكذا قرار احترام مشاعر أهالي سنجار من خلال أنه يتم تدقيق هذه العوائل أمنيا، وثم ذلك يتم إفرازهم أو تفريغهم بشكل تدريجي. أما أن نأتي ونغلق هذا المخيم الذي يحتوي الآلاف من عوائل تنظيم داعش الإرهابي، أتصور هذا القرار فيه نوع من العجالة وقرار غير صحيح وغير صائب نوعا ما، لأن تنظيم الإرهابي سيشكل خطرا على كل العراق وليس فقط على سنجار وأهالي محافظة نينوى. وبالتالي كان الأجدر على وزارة الهجرة والمهجرين والجهات الأمنية المختصة أن تدقق أمنيا عوائل داعش، لأننا لا نمتلك أي إحصائية دقيقة أمنية عن مخيم الهول في الأراضي السورية. وبالتالي عندما يتم نقلهم إلى مخيم الجدعاء في داخل نينوى يجب تدقيقهم أمنيا، وهذا يحتاج إلى وقت كبير. أما بالنسبة لغلق المخيمات، أما مخيمات الجدعاء اللي تشكل خطر قنبلة موقوتة، وهذه المخيمات اللي نقلت من مخيمات الهول باتجاه سنجار، واتجاه سنجار حقيقة قضاء مجروح بالنسبة للإخوان الإيزيديين. هذا تشكل خطر ومأساة وتعاني مثل ما عانوا قبل، يصير عندهم تذكرة. هذا لا نقبل أن يكون اتجاههم بشكل اتجاه مناطق سنجار أو مناطق اللي يسكن فيها الإخوان اليزيديين. فنحن نطالب الحكومة المركزية والحكومة المحلية ووزارة الهجرة والمهجرين بإبقاء هذه المخيمات، خاصة مخيمات الجدعاء اللي نقل من هول باتجاه سنجار وإلى المخيمات جدعاء. فنطالب باللجنة التحقيقية والقيادات المشتركة بالتدقيق اللجنة الأمنية بشكل كامل ومراعاتهم بشكل هذا الموضوع، يعني تشكل خطر قنبلة موقوتة على محافظتين. أما بالنسبة للمخيمات الموجودة في إقليم كردستان، نعم نطالب الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة المركزية بغلق جميع المخيمات الموجودة في إقليم كردستان، خاصة في الخازر، ولأن هذه العوائل موجودة أمام قراهم. فنطالب الحكومة المركزية بإعادتهم إلى مناطقهم وتدقيق أمني أيضا بوجود هذه المخيمات لتعود إلى مناطقهم الأصلية. القرار الأخير لوزارة الهجرة والمهجرين بعودة النازحين أو العفو عودة وإفراغ مخيم الجدعاء القادمين أساسا هم من مخيم الهول ليس استفزاز فقط للمكون الأيزيدي، إنما هو استفزاز لكل العراقيين ولكل من عانى من أهل الموصل وأبناء نينوى من كيد عصابات داعش الإرهابية، والذين تدمرت مدينتهم وعطوا عشرات بل مئات بل آلاف الضحايا من أبنائهم بسبب هذه الهجمة البربرية. أما بالنسبة للقرار الأخير لوزارة الهجرة والمهجرين بإفراغ مخيم الجدعاء من ساكنيها، كان قرار غير مدروس، وعليهم كان وزارة الهجرة عزل العوائل التي ليس عليها مؤشر أمني عن عوائل الدواعش، حيث أن العوائل التي ليس عليها مؤشر أمني عودتهم تكون أسهل وأبسط بالنسبة لأهالي المناطق التي نزحوا منها. أما دمج عوائل عصابات داعش فهذا أمر صعب جدا في المجتمع، وخاصة إذا كانوا المناطق التي نزحوا منها أهل هذه المناطق هم رافضين لعودتهم. والأجدر بهم أيضا هو عودة النازحين المتواجدين في محافظات إقليم كردستان في أربيل ودهوك إلى مناطقهم الأصلية من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.